سلام سلام. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم بسبوسه ماجيك بار. هاد البسبوسه هذه كتجي روعه، كتكون طبقات. انا هاد الفيديو درت لكم بسبوسه عاديه ولكن راه كتجي روعه. الفيديو الماجي غادي ندير لكم البسبوسه ماجيك بار طبقات. جربوها البنات وما غاديش تندموا. سريعه التحضير، طريقه سهله، يعني ممكن توجدوها بكميات. انا درتهم هكا فرديين وانتوما يمكن لكم ديروهم، يعني تقدروا ديروهم على شكل كيك. عندنا 3 الكيسان ديال العنبه ديال السميده، كاس ديال الكوك، كاس ديال سنيده، كاس ديال الزبده دايبه اولا الزيت، سكر فاني، خميره ديال الحلويات، واحد ياغورت طبيعي، وكاس ديال الحليب. غادي نخلطوا الخليط مزيان، نديروا المكونات دقه واحده ونحاولوا. بالنسبه للسميده هنا كاين اللي كتشرب ليه، الا جاتكم شويه ثقيله زيدوا نص كاس ديال الحليب. المهم القوام كيكون على شكل كيك. هنا خديت المول ديالي ودرت بسبوسه ماجيك بار في المول. غادي ندخلها فقط 10 دقائق على ما تحمر ليا من الجوانب، وغادي نخرجها مباشره. ملي غتخرج غادي نجيب علبه ديال نيسلي وغادي نسقيوها مزيان كيف ما كتشوفوا. صافي من بعد ما غنسقيوها غادي نجيبوا المكسرات. ديروا المكسرات اللي عندكم. انا درت لوز ايفيلي، شويه ديال حبيبات الشوكولا، شوكولا بيضاء، وغادي نعمر بهم من فوق الوجه ديال البسبوسه ديالنا كيف ما كتشوفوا. وغادي نرجع البسبوسه للفران تكمل طيابها من 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه. صافي من بعد كنحصلوا على هذه البسبوسه الرائعه، كتجي صراحه روعه شكلا ومذاقا. نتمنى يعجبكم الفيديو. بسلامه.